وأنا في ابتدائي وقعت مني 100 جنيه، وساعتها كان المبلغ ده بالنسبة لي كأني خسرت كنز من كنوز علي بابا. قلبي اتكسر ودموعي كانت هتنزل. فضلت ألف وأدور عليهم في كل مكان كأني بدور على المفتاح السحري، لكن مفيش فايدة. في الآخر قلت خلاص راحت فلوسي. قررت أشتغل طول الصيف وأجمع القرش على القرش لحد ما قدرت أعوضهم بعد معاناة ما يعلم بيها إلا ربنا. بعد كام أسبوع وأنا ماشي في الشارع مكسور الخاطر، قابلت محمود صاحبي. أول ما شافني قال لي: مالك يا نجم؟ شكلك عامل زي اللي شاف عفريت. حكيت له حكايتي المأساوية، فبص لي بحنية كده وقال: تعالى يا صاحبي، هفكك شوية، هعزمك على حاجة. دخلنا سوبر ماركت جنبنا وقال لي: تحب تشرب إيه؟ قلت له: عايز حاجة ساقعة. راح جاب لي حاجة ساقعة وطلب لنفسه كمان، وقعدنا نشرب كأننا في مصيف. بعدها قال لي: عايز حاجة تانية؟ قلت له: بصراحة نفسي في شوكولاتة. قال لي: ولا يهمك يا ملك. وراح جاب لي واحدة وجاب لنفسه كمان. وأنا باكل في الشوكولاتة ومبسوط، لقيته مد إيده في جيبه وطلع لي 70 جنيه. بصيت له وقلت: إيه دول؟ قال لي بكل برود وثقة: بقيت فلوسك يا باشا. وسابني وطالع يجري زي ما يكون بطل في فيلم أكشن. ساعتها بس استوعبت الحقيقة المرة. طلع محمود ابن الحرامية هو اللي سرقهم من الأول، وكان بيديني فلوسي على أقساط كأنه البنك المركزي.